لازم نخصص 20 دقيقه كل يوم للصياح والقلق، والاهم ان الصياح ده ننقله من دماغنا للورق، نكتب كل مخاوفنا. ده بيساعدنا اننا نحصر الافكار بدل ما هي سايحه في دماغنا ملهاش ملك. في دراسات بتقول ان عقل الانسان بينتج في اليوم الواحد من 35,000 فكره ل 70,000 فكره، يعني تقريبا في الدقيقه الواحده مخنا بيقول لنا من 30 ل 50 فكره، نصهم ان ما كانش كلهم بيبقوا عباره عن قلق ومخاوف. علشان كده مهم اننا نلزم نفسنا ب 20 دقيقه قلق على الورق، واي قلق يجي بره ال 20 دقيقه نرميه في الباك جراوند ورا، ما حصلش حاجه ونكمل اللي بنعمله. مشكله القلق ان المخ بيتسرسب له فكره، هو انا نسيت المحفظه في البيت، ويسيبك بقى عيش مع نفسك، شوف رميتها فين، وانت تفضل تسترجع في صور من اوضتك من اول امبارح من غير ما عقلك ينبهك ان هي صور قديمه. يا عقل متآمر، الصح اول ما تجيلك الفكره تمنطقها، هل انا نسيت المحفظه فعلا؟ الحل هاخد اوبر وحاسبه قدام البيت. طب لا، يبقى هي اكيد في الشنطه، هتاكد بعد الامتحان. انتهى، خلصت من غير قلق. سيطر على عقلك، ما تخليش عقلك هو اللي يسيطر عليك. اقف في نص خلايا مخك وقول لهم هكونا مطاطا يا خلايا ما جابتش فكره ايجابيه، واتك على ايه.